مناضل ناضل يا مناضل ناضل يا مطلوب ناضل يا مطلوب ضد العطالة ضد البطالة ضد التجاهل ضد الطماطم ناضل يا مناضل ناضل يا مناضل ناضل يا مطلوب ناضل يا مسحوق ضد التصفيق ضد التجويع ضد الزبونية ضد المحسوبية ناضل يا مناضل ناضل يا مطلوب ناضل يا معاق من أجل الكرامة من أجل العدالة من أجل الحرية ناضل يا مناضل ناضل يا كفيف ناضل يا عاطل ناضل يا بطالي ضد العطالة ضد البطالة ضد الزبونية ضد المحسوبية ناضل يا مطلوب ناضل يا مطلوب ناضل يا مطلوب ضد التماطل ضد التجاهل ضد العطالة ضد البطالة ناضل يا مطلوب ناضل يا مطلوب ناضل يا مسحوق من أجل الكرامة من أجل العدالة من أجل الحرية ناضل يا مناضل ناضل يا مناضل بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكركم على الالتفاته ديالكم والمسانده ديالكم الدائمه لينا. حنا كتنسيق ديال المكفوفين المعطلين في جهه سويس مسا ناضلنا وطرحنا ملف مطلبي متمثل في توفير كرامه العيش لضمان العيش الكريم لهذه الفئه من منظومه الحقوق، الا وهي فئه المكفوفين المعطلين الحاملين للشواهد. للاسف الشديد حنا ما يزيد على 13 شهر وحنا دابا يعني مع الجهات المعنيه مع الساده المسؤولين في كل من ولايات جهه سويس مسا، وكذلك مجلس جهه سويس مسا كذلك تا هما كنراسلهم دائما وابدا، وكذلك المجلس الجماعي لمدينه اكادير. للاسف الشديد ما كاين لا تجاوب لا حتى شي حاجه. فقط يعني كانت لقاءات اجتماعات اللي ما كتخرج في حتى شي نتيجه. للاسف حنا ازيد من 3 شهور دابا هذه ما وقفناش، تعبيرا منا على حسن النيه وعلى التفاعل الايجابي مع الجهات المعنيه، في اطار انهم دائما كيوعدونا وانهم دائما في تواصل معنا يعني في انهم كينهجوا معنا سياسه الابواب المفتوحه. ولكن للاسف اكتشفنا ان المساله يعني ليست مؤسساتيه، بل هي شخصيه فقط. يعني المسؤولين مشكورين صراحه، يعني كاشخاص يعني كيتعاملوا معنا ما كاينش شي مشكل، ولكن كمؤسسه فكاين تقصير كبير في هذا الملف ديالنا. للاسف ما كاين حتى شي من بعد 13 شهر ما شدينا حتى شي بيست، مازال ما كاين حتى شي بوادر ديال انه شي مستجد او شي ارهاصات ديال شي حل انه يكون في الافق. كاين واحد الانسداد وكاين كيبان واحد الافق مظلم، بل اكثر من ذلك انه مؤخرا ولينا كنتعرضوا للمضايقات ولينا كنتمنعوا يعني يعني بشكل مباشر او غير مباشر من قبل السلطات المحليه. بطبيعه الحال يعني بتعليمات من الساده المسؤولين اللي في الولايه وكذلك في مجلس جهه سويس مسا اننا ما نوقفوش وما نديروش وقفه ديالنا السلميه والحضاريه، علما انه كيف ما كيلاحظ الجميع ان الراي العام الوطني والمحلي هنا يعني لا اعلاميين ولا ناس يعني ولا ناس عاديين كيشوفوا دائما باننا حنا عمرنا عرقلنا حركه السير والجولان، او اننا يعني ارتكبنا شي اخلال بالنظام العام او ان يعني خربنا الممتلكات العموميه. حنا كنوقفوا وقفات سلميه حضاريه عاديه، لكن للاسف الشديد يعني كتعرضوا للمضايقات، وهذا كيدل على ان هاد المسؤولين ما عندهمش شي اراده حقيقيه تجاه ايجاد حل نهائي. لكن الرساله ديالنا للساده المسؤولين دائما هو انه احنا صامدون وما نزال متواجدين في الساحه
الى ان يستجاب للمطلب ديالنا، لان هذا كيف ما تيقولوا بالدارجه المغربيه هذا طرف الخبز، وهذه كرامه العيش اللي غادي نبقاو تابعينها جيسكو بو، ما غاديش نتنازلوا عليها، وما عندناش حتى شي حل، حنا مكرهين ومضطرين. وللاسف الشديد حنا كنتعاملوا مع الساده المسؤولين يعني بصفتهم كمسؤولين، ولكن فينا هو الجانب الانساني غايب تماما. يعني الناس تيشوفونا دائما وكندخلوا عندهم لداخل تنجلسوا معهم وكيشوفونا يعني في الشموسات يعني صباح مساء، وكنريسكيو وكان يعني دائما كنتعرضوا يعني للمخاطر اللي ممكن تصيبنا في اي لحظه في لي ديبلاسمون ديالنا، ولكن لا احد من هؤلاء المسؤولين كيكترث نهائيا. يعني دائما كنجيو تنوقفوا تنتعرضوا للمضايقات، لكن ان شاء الله ان شاء الله تعالى حنا غادي نبقاو مستمرين، وما غاديش نتنازلوا على الحقوق ديالنا الا ان نلنا المطالب ديالنا. وهذا الشيء اللي كاين، وتحيه نضاليه للاعضاء اللي معنا. شكرا.